الجمهور وقال له ان انا يعني هبدأ صفحة جديدة. طبيعي يعني، ما احنا بنشوف حد اتقال عليه حاجة وطلع ما نفهاش بل طلع اعتذر، طبيعي ان احنا يعني نقول تمام، يبقى معناه ان هو حصل. لكن ممكن بس تحط حاجة معطى في النص كده، وهو انه الزمالك كان حذر عبد الله جمعة واحمد فتوح وقت ما كان حذر امام عاشور سابقا من بعد ماتش الاهلي في السوبر اكتر من مرة، وعاقب اللاعبين بدرجات متفاوتة اكتر من مرة غير معلنة، بسبب انه شايف ان هم مهملين خارج الملعب بشكل او باخر. وعشان كده قرر ان هو يعلن العقوبة، وانا بقول لكم مختلف في الاسلوب، لكنه اعلان العقوبة جزء من العقوبة في وقت من الاوقات. ده عبد الله جمعة اعتذر وقال لرئيس الزمالك انه خلاص موجود وانه معانا وبيعتذر لجمهور الزمالك. فتوح من جانبه سألناه في البداية على القصة وعلى لو يحب يقول رأيي، فكانت اجابته كالتالي. احمد فتوح قال: أنا أعشق نادي الزمالك وتحملت الكثير من أجل النادي، لم أثر أي أزمات في ظل الظروف الصعبة عشقا في كيان النادي. عقدي مع الزمالك ما زال مستمرا ولم أهدد باللاعب للأهلي مثلما تردد. اللي تردد ده كان قاله رئيس نادي الزمالك. مستعد لعمل أي شيء من أجل الزمالك. يوجد أشخاص يحاولون تشويه صورتي ولا أعلم السبب. طيب، بالمناسبة بالكلام عن فتوح، أكيد ممكن تبقوا عايزين تعرفوا اللعيب اللي اتقال انه عايز يمشي واحتمال يروح الاهلي ومعروض للبيع، ايه قصه عقده وعقده ماشي ازاي؟ نحكي لكم كده التفاصيل سريعا جدا. وقت اللجنه المعينه لاداره نادي الزمالك اللي كان بيتواجد فيها الكابتن ايمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، قعدوا مع فتوح اللي كان عقده بينتهي وقرروا تجديد مع اللاعب بعقد بينتهي بنهايه الموسم اللي جاي. الموسم اللي جاي لسه عقد فتوح يخلص. بيتقاضى بيه بموجب هذا العقد 5.5 مليون جنيه في الموسم. كان العقد اللي قبل العقد ده كان بياخد عقد ناشئين، نجمه بزغ وارتفع وبقى احد اهم اللاعبين في المنتخب وفي الزمالك في السنتين اللي فاتوا، فتحسن له العقد. لكن بعد ال5.5 مليون جنيه دي حصل ان جت اداره نادي الزمالك من جديد. اجتمع فتوح مع اداره نادي الزمالك اكتر من مره مطالبا بانه يحصل تعديل في تعاقد الزمالك مع اللاعب، لكن بحسب بعض المعلومات انه ما كانش فيه اجابه انه تمام. شافوا انه لا، في امور تانية اهم، وانه هو في الوقت ده شاف انه في لاعبين بيتم تعديل وتجديد تعاقداتهم بارقام اعلى، وانه شعر بالظلم في القصه دي. لكن في النهايه عقده ملتزم بيه حتى نهايه الموسم المقبل على الاقل. ايه موقف الزمالك بقى؟ عرض للبيع ولا هيحصل ايه؟ هنشوف ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه.